كنت واقف في الشط والدنيا كانت ضلمة كحل، والصوت الوحيد اللي كنت سامعه هو صوت الموج اللي كان خارج من البحر، والبحر كان عبارة عن سواد مفيش فيه إلا حاجة واحدة بس. عمار صاحبي اللي كان بيغرق، وكان في حاجة بتشده لتحت المية، وكل اللي كان بيعمله إنه بيصرخ وبس. أما بقى حمزة صاحبنا التالت فكان واقف على الشط وعمال يصرخ عليه ولكنه مش عارف يعمله حاجة. وأنا في وسط الذهول ده لمحت حاجة غريبة، واحدة واقفة على الصخرة اللي كانت في أول الشاطئ بتبصلي وهي مبتسمة. كانت لابسة فستان أزرق وشعرها كان أصفر وطويل، ولكن لاحظت إن في دم نازل من شعرها. كانت بتبصلي بابتسامة كده كأنها بتقولي إن هي اللي عملت كده في عمار اللي بيغرق دلوقتي. فضلت باصص لها للحظات وبعدها لقيتها رفعت ايديها وشاورت لي ناحية البحر، وتحديدا ناحية المكان اللي كان عمار بيغرق فيه. ولما بصيت عليه اكتشفت ان كل حاجة انتهت. صوت عمار اللي كان بيغرق وقف، وده معناه ان عمار مات. حتى حمزة صاحبنا اللي كان بيحاول ان هو يعمل اي حاجة قعد على الشط واستسلم خلاص لفكرة ان عمار غرق ومش هيعرف يعمل له حاجة. حتى الانوار بتاعت الشاطئ نورت، ولما بصيت تاني على البنت دي ما اختفتش، لا كانت موجودة، ولكن شكلها اتغير 180 درجة. اتحولت من بنت عادية لمسخ. كانت شيطانة واقفة قدامي على الصخرة وبتبصلي بكل غل، وبعدها راحت لفت وشها ونطت في البحر واختفت. وهنا اكتشفت حاجة مهمة. اولا ان عمار خلاص مات، ثانيا ان البنت دي هي البنت اللي قابلتها اول ما جينا شاطئ الجبل. السلام عليكم عيلة المرعبين، عاملين ايه؟ حقيقي انا بشكركم جدا على كل التعليقات اللي بتسيبوها لي في اي فيديو بنزله، والسهرة دي هتطول معانا شوية، فعلشان كده وبدون اي مقدمات يلا بينا نحضر الطقوس بتاعتنا. اولا تقعد لي في مكان هادي، تهدي لي النور شوية وتحط لي السماعات في ودنك علشان تسمع بأحسن أداء. وتاني حاجة بقى تحضر لي مشروبك الجميل، سواء بقى قهوة شاي، شوف انت عايز تشرب ايه. انا عن نفسي بشرب ايس كوفي، فانت بقى حضر لي مشروبك واستعد علشان نبدأ سهرتنا. ولو ما تعرفنيش انا محمد نبيل، وبنسهر مع بعض سهرة رعب كل خميس وحد الساعة 10 بالليل. ويلا بينا ننزل دلوقتي نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وعيلة المرعبين تكبر شوية. وبفكرك تشترك في القناة لو انت مش مشترك. ويلا بينا نبدأ ونروح مع بعضينا لشاطئ الجبل. انا مش هبدأ لك من البداية خالص، يعني مش هقول لك ده احنا اتفقنا نطلع مصيف وحددنا اليوم الفلاني وعملنا حسابنا على كذا، لا انا هدخل في المهم. الحكاية كلها مرعبين بدأت لما طلعت انا واتنين من اصدقائي رحلة في اسكندرية، واصدقائي دول هما عمار وحمزة، والاتنين مقربين مني جدا. عاوز اقول لكم ان الرحلة دي كان بقالنا سنين بنخطط علشان نروحها، واخيرا رحناها. الساعة كانت 11 الصبح. في الوقت ده كنا وصلنا لمحطة سيدي جابر في اسكندرية. اول ما وصلنا عند المحطة حمزة طلع الموبايل بتاعه واتصل على واحد كان قريبه عايش في اسكندرية، وهو اصلا اللي هيشوف لنا الشقة اللي هنقعد فيها. كلمه وقال لنا هتركبوا مشروع، ومشروع ده في اسكندرية اللي هو ميكروباص في القاهرة يعني. قال لنا هتركبوه وهتنزلوا في حتة كده هناك اسمها الهانوفيل. نزلنا الهانوفيل واستنينا على قهوة، وبعدها الراجل ده جالنا بعد حوالي نص ساعة، سلم علينا وقال لنا يلا بينا علشان اوديكم الشقة. ركبنا عربية تاني واتحركنا ودخلنا في الشارع اللي هو بتاع الهانوفيل ده، ولكن جوه خالص لان المنطقة دي كانت كبيرة جدا. المهم احنا فضلنا نقرب لحد ما
لمحت البحر قدامي. عارف انت الانشكاح كده لما الدنيا تبقى حر موت وتلمح البحر قدامك؟ اكيد طبعا كلنا عارفين الشعور ده، غير بقى الناس بتاعت اسكندرية، الناس دي كده كده متعودة اصلا على الجو ده. المهم يا مرعبين، ودانا على الشقة واللي ما كانتش بعيدة قوي من البحر، يعني مثلا 10 دقايق مشي بالكتير. طلعنا على الشقة، حتى انا فاكر ان الراجل ده مرضيش ياخد مننا فلوس السمسرة علشان طبعا حمزة كان قريبه. دفعنا بس فلوس الايجار واللي هي كانت 5 ايام، وطلعنا الشقة وبدأنا بقى ان احنا نرتب اليوم هيمشي ازاي. طبعا لا كان معانا اكل ولا شرب ولا معانا اي حاجة، كل اللي معانا هو هدومنا وبس. فعلشان كده نزلت انا وعمار واشترينا شوية اكل كده، وبالمناسبة عمار بيعرف يطبخ اصلا. وطلعنا تاني على فوق وحطينا الاكل في المطبخ، وقلنا احنا هننام شوية ولما نصحى نبقى نشوف بقى هنعمل ايه. وده فعلا اللي عملناه. الشقة كانت مكونة من اوضتين وصالة ومطبخ وحمام وبلكونة كانت كبيرة جدا، واهم حاجة في البلكونة انها كانت بتطل على البحر. كل واحد اترمى في مكان ونمنا. ولما صحيت كانت على الساعة 2 بالليل، صحيت وصحيتهم كلهم. طبعا كانوا عاوزين انهم يكملوا نوم لحد الصبح، ولكن انا اصريت. قمنا عملنا اكل وفضلنا قاعدين لحد الصبح. والصبح نمنا تاني وصحينا على الساعة 1 2 الظهر كده. قمنا بقى لبسنا علشان ننزل المية. نزلنا من الشقة وحاولنا ان احنا نفتح الاسانسير، ولكن الاسانسير وقتها كان بيشتغل بكارت. الكارت كان معانا ولكن ما كناش عارفين نشغله، فعلشان كده نزلنا من على السلم. والشقة اصلا كانت في الدور السادس. اتجهنا للبحر ودخلنا الشاطئ واللي كان اسمه شاطئ المحمدي. ما تعرفش بقى صاحب القرية كان مسمي الشاطئ على اسمه ولا ايه. المهم نزلنا البحر وقضينا يوم جميل جدا لحد ما الدنيا بدأت انها تليل. فالحراس بتوع الشاطئ بدأوا ان هم يصفروا ويندهوا على كل الناس اللي في المية علشان يطلعوا، لانهم بيقولوا ان المكان ده خطر ان احنا نعوم فيه بالليل بسبب ان هو بيبقى فيه دوامات والموجة عالية وكده. فاللي عملناه ان احنا خرجنا مع الناس اللي خرجت وطلعنا الشقة، استحمينا وغيرنا هدومنا ولبسنا علشان ننزل بقى تاني نتمشى. نزلنا تاني وفضلنا نلف شوية في شوارع اسكندرية، وبعدها رجعنا تاني على الشقة. كانت حوالي الساعة 12 بالليل. بصراحة أنا ما كانش جاي لي نوم، فاقترحت عليهم فكرة إن احنا ننزل نقعد قدام البحر شوية، ناخد اللابتوب ونشغل أغاني ونجيب كراسي ونقعد. ما كانوش راضيين في الأول ولكن أنا أقنعتهم، ونزلنا فعلا من الشقة ودخلنا الشاطئ. الشاطئ اللي كان فاضي وما فيهوش أي حد من جوه، ولكن لما قربنا من البوابة نفسها بتاعة الشط، الناس اللي كانت واقفة جوه منعونا إن احنا ندخل. وقتها عمار كان هيتخانق مع واحد فيهم بسبب ان الناس دي محكمة رأيها ان احنا ما ندخلش، وكل اللي على لسانهم ان خطر ان احنا ندخل ونقعد جوه المكان. حتى لو مش هننزل المية، المكان نفسه خطر ان حد يقعد فيه بالليل. طبعا احنا ما كناش مقتنعين بكل اللي هما بيقولوه، هما مش عايزين يدخلونا وخلاص، بس اكيد يعني مش هنعمل مشكلة. فعلشان كده خدنا بعضينا ومشينا. فضلنا ماشيين في الصف اللي هو بتاع البحر لحد ما لمحنا شط تاني، والشط كان مكتوب عليه شاطئ الجبل. كان شاطئ فاضي تماما، مفيش اي حد جوه. رحنا مقربين من الشاطئ ده ودخلنا من البوابة. دخلنا وقربنا من البحر وبصينا واتأكدنا فعلا ان مفيش اي حد جوه. ولكن المشكلة ان لا كان في كراسي ولا ترابيزات ولا اي حاجة. قلنا مش مشكلة، هنقعد هنا. رحنا قاعدين على الرملة وحاطين اللابتوب قدامنا وفتحته ورحنا مشغلين اغاني وقعدنا. والقعدة كانت خيال. الكشافات بتاعة الشاطئ كانت منورة ولكن ضعيفة حبتين، ولكن منورة. البحر كان قدامنا شكله جميل كده وهادي. وعرفت ليه الشاطئ ده كانوا مسمينه شاطئ الجبل، لان الشاطئ ده حوالين منه كده على الرملة كان فيه صخور عالية جدا، فاكيد هم كانوا مسمينه شاطئ الجبل علشان كده. في وسط القعدة وبعد حوالي ساعة مثلا لقيت عمار راح قايم وقال لي انا هروح اجيب سجاير واجي علشان سجاير خلصت. فقلت له طب ما تاخد سجارة من علبتي. فقال لي لا 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 لا، ما بشربش انا النوع بتاعك ده، انا هقوم بسرعة كده واجي. حمزة ضحك وقال له الله يرحم، كنت بتنقي فلل السجاير من على الارض. عمار عمل نفسه مش واخد باله وسابنا ومشي.
وفضلت قاعد انا وحمزة لوحدينا. مفيش 10 دقايق بالظبط ولقينا حاجة غريبة. لقينا عمار معدي من قدام مننا ونازل على البحر. فحمزة لقيته بيقول لي بص كده يا نبيل، الواد ده رايح فين؟ فبصيت لقيت عمار فعلا بدأ ان هو ينزل جوه. فبدأنا ننده عليه ولكنه مش بيرد. فبصيت لحمزة وقلت له قوم يا عم هاتوا العبيط ده. حمزة قال لي انا مالي، خليه يغرق ولا يتنيل، سيبه سيبه، هو تلاقيه بس هبت معاه كده، انت عارف ساعات بيتجنن، هينزل يغسل وشه ويطلع تاني، سيبه. فضلنا قاعدين باصين عليه ولكن عمار عمال ينزل ينزل ومش بيبص وراه خالص. فبصراحة أنا قلقت، قلت لحمزة لا لا خليك براحتك، مش عايز تقوم خليك أنا أقوم أشوف ماله. ورحت قايم على الرملة وقربت من البحر وأنا برضو عمال أنده يا عمار يا عمار، ولكن عمار مكمل في طريقه كأن في حاجة هي اللي سحباه، كأنه مش ماشي بإرادته. لحد ما كان خلاص وشه قرب ان هو يلمس المية وانا كنت واقف على الشط ومش عاوز انزل، لحد ما عمار وصل لمسافة بعيدة جدا وخلاص بدأ ان هو يغرق. كان عمال يصرخ وهو بيضرب بإيده في المية ومش عارف يطلع. حمزة طبعا لما شاف كده جه جري جنبي حاول ان هو ينزل ولكن كان في حاجة منعانا. المية كانت تقيلة جدا وشكلها كان مقبض، وفي الوقت ده الكشافات بتاعت الشاطئ كلها اتطفت. ومع طفي الكشافات بدأت ألاحظ حاجات غريبة بتحصل. اللابتوب، الأغاني اللي كان شغال عليه فصلت لوحدها، والصوت الوحيد اللي كنت سامعه هو صوت الموج العالي وصوت عمار اللي كان عمال يصرخ ويستغيث، ولكن ما باليد حيلة، مش عارفين نعمل له أي حاجة. وفي اللحظة دي شفتها وهي واقفة على الصخرة، بنت وشها أبيض لابسة فستان أزرق، شعرها كان أصفر ونازل منه بقع دم. كانت بتبصلي وهي مبتسمة وبتشاور ناحية عمار. البنت دي افتكرتها، البنت دي أول مرة دخلنا الشاطئ بتاع المحمدي أنا شفتها جوه، شفتها وكانت عجباني، حتى قلت لحمزة عليها، هي بنفس الهدوم اللي كانت لابساها ونفس شكلها. ولكن المرة دي في حاجة غلط. حمزة كان بيحاول ان هو ينزل علشان يلحق عمار ولكن كان في حاجة بتسحب عمار لدرجة انه وصل لمسافة بعيدة جوه المية، يستحيل ان هو يقدر يطلع لوحده. وكنا سامعين صوت صراخ عالي، مش صوت عمار بس، لا، اصوات صراخ خارجة من المية. وفي لحظات كانت كل حاجة انتهت. كشافات النور بتاعت الشاطئ اشتغلت تاني، صوت الموج العالي بدأ ان هو يهدى ويبقى صوت المية الطبيعي. صوت عمار سكت تماما، وده دليل ان هو غرق ومعرفش يطلع. وحمزة لما فقد الامل قعد على الرملة وهو مصدوم ومش عارف يعمل اي حاجة. وانا كنت لسه باصص على البنت اللي في ثواني اتحولت لمسخ وملامحها كلها اتحولت لشطانة، وبدون اي مقدمات لفت وشها ونطت في المية، واول ما لمست المية كانت اختفت تماما. خدت حمزة وخرجنا من الشط، ما كانش فيه اي حد اصلا ان احنا نكلمه علشان يلحقنا. علشان كده رحنا الشاطئ التاني، الشاطئ اللي الحراس اللي فيه رفضوا ان هم يدخلونا. طبعا من منظرنا هم اصلا خافوا مننا، جرينا عليهم وحكينا لهم اللي حصل، ولكن لقيناهم خافوا. وواحد منهم كان راجل كبير كده رد وقال لنا احنا مش حذرناكوا؟ مش قلنا لكم محدش يقرب من المكان ده؟ انتوا ما صدقتوناش. روح يا ابني انت وهو، روحوا دوروا على صاحبكم في مكان تاني، مش هتلاقوه هنا، لان في شاطئ الجبل اللي بينزل ما بيطلعش. روح يا ابني. مشينا انا وحمزة وطلعنا على الشقة. عارف الصدمة اللي كان عندنا كان اكبر من كده، مش عارفين نعمل ايه. طب نقول لاهله ايه؟ طب نبلغ؟ طب نعمل ايه؟ ما كناش عارفين نوصل لأي حل. الصبح كان طلع علينا واحنا لسه في حالة ذهول ومش عارفين نعمل اي حاجة، لحد ما على الساعة 10 الصبح كده لقينا باب الشقة بيخبط. قمت من على الكنبة وانا حرفيا جسمي كله بيترعش، وقربت من الباب ورحت فتحه. ولما فتحته اتصدمت، انا لقيت عمار واقف قدامي. اخواتي المرعبين، عاوز اقول لكم ان اللي فات ده كوم
واللي جاي يكون تاني خالص. ولكن عيب جدا انك تكون لسه ما عملتش لايك على الفيديو ده. يلا اتفضل انزل اعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش اشترك، عيب عيب. ويلا بينا نكمل. طبعا انا اول ما شفته ما كنتش مصدق. قلت له عمار، عمار انت كويس؟ ما ردش عليا. فتح الباب ودخل. حمزة كان قاعد على الكنبة وحاطط ايده على دماغه وماسك السجارة في ايده، وايده عيني عمالة تترعش وعمال يفكر هيعمل ايه. طب هيقول لأهل عمار ايه؟ طب ننزل ندور عليه دلوقتي تاني؟ ومرة واحدة وسط كل الاندماج اللي هو فيه ده بيبص لقى عمار داخل عليه. حمزة تقريبا كانت هتجيله جلطة، السجارة وقعت من ايده ورجع لورا كده على الكنبة وانكمش، وهو عمال يقول ايه ده ايه ده. كل اللي عليه ايه ده ايه ده، مش عارف يعني ينطق، تقريبا نسي الكلام. قفلت الباب ودخلت ورا عمار وقلت له يا ابني انت فيك ايه اللي حصل؟ راح لافف وقعد على الكرسي اللي كان قدامنا وقال لنا انا تمام، مفيش اي حاجة. فقلت له تمام ايه؟ انت مش كنت بتغرق قدامنا؟ قال لي ولكن انا طلعت بعد انتوا ما مشيتوا، في ناس ولاد حلال طلعوني، ولما فقت كده وهديت شوية رجعت على هنا. فحمزة اتعدل من مكانه وقرب منه وفضل ان هو يحسس على ايده كده. حمزة ما كانش مصدق اللي هو شايفه وقال له يا عمار انت متأكد انك كويس؟ فعمار تقريبا اتضايق من كل اللي احنا بنعمله وراح قايم واقف وهو بيزعق ويقول لنا هو انتوا ما عندكوش دم؟ انتوا ما شفتوش اللي حصل لي؟ عمالين تسألوا انت كويس انت كويس، ما انتوا شايفيني زفت قدامك اهو. اوعى انا اخش ارتاح شويه. وراح سابنا وراح دخل على الأوضة جوه وقفل الباب وراه. فضلنا حوالي دقيقة كده أنا وحمزة باصين على باب الأوضة ومش بنعمل أي حاجة، لحد ما حمزة بصلي وقال لي نبيل، هو إيه ده؟ إحنا شفناه وهو بيموت صح؟ قلت له والله يا حمزة أنا ما فاهم أي حاجة، بس الحمد لله الحمد لله هو ما ماتش. أنا مش عارف ده حصل إزاي بس كويس قوي. حمزة هو كمان بدأ إن هو يهدى، وبعدها فضل يحمد ربنا وكويس قوي إنها جت على قد كده. ولقيت حمزة بيقول لي اسمع يا نبيل، احنا مش هنكمل في المكان ده، يلا نروح، يلا نرجع القاهرة، كفاية أوي اللي حصل. فقلت له يا عم خلاص بقى ما تهدى بقى، ما هو الراجل قدامك كويس اهو زي الفل ونايم جوه، مش عايزين ننكد على نفسنا، احنا طالعين ويك اند وما صدقنا اصلا ان احنا نطلع المصيف ده، فخلاص مش مستاهله. احنا هنخش دلوقتي العمار نشوف ماله وهنهديه شويه ونكمل. مش لازم يا عم ننزل البحر، بس نقعد انت فاهم مع بعضينا كده في الشقه، نخرج بتاع وخلاص. حمزة ما كانش عارف ياخد اي قرار، هو يعني خلاص مخه باظ، مخه عمل ايرور. فضلنا مستنيين لحد ما عمار يخرج من الأوضة علشان نتكلم معاه، ولكنه ما خرجش. الساعة وصلت 12 بالليل وبرضه ما خرجش، وانا وحمزة ما كناش نمنا بقالنا يومين، فعلشان كده كل واحد فينا اترمى في مكان ونمنا. انا كنت نايم في الصالة اللي فيها البلكونة، وحمزة كان نايم في الأوضة جوه الأوضة اللي كانت جنب أوضة عمار. بس انا صحيت على صوت حد بينده عليا، ده اللي كنت حاسه في الاول، ان في حد بينده عليا. وبعدها بدأت احس ان في حد بيمشي ايده عليا، كأن حد عاوز يصحيني ولكنه خايف فبيمشي ايده بالراحة. فتحت عيني وانا عمال ابص حوالين مني في ايه، مش شايف حاجة، الدنيا ضلمة، ضلمة كحل. كنت سامع صوت جاي من البلكونة، الصوت اللي بينده عليا كان جاي من البلكونة. ففضلت انده وانا لسه مش فايق، حمزة، حمزة انت جوه؟ ولكن محدش بيرد عليا. الصوت سكت ولكنه رجع تاني، بس ده مش صوت حمزة ولا حتى صوت عمار، ده كان صوت حد تخين كده. فقمت من مكاني وانا لسه برضو مش فايق ومش مترجم كل اللي بيحصل حواليا، ورحت فاتح باب البلكونة ودخلت على جوه. واول ما دخلت على جوه لقيته قاعد في اخر البلكونة. عمار كان قاعد وهو باصص للسما وضامم رجليه بايده كده زي العيال الصغيرة، وشكله كان يخض. قربت منه وقلت له مالك يا عمار قاعد كده ليه؟ عيط. عمار بدأ ان هو يعيط وهو بيقول لي مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالي، الشاطئ مش بياخد كده وخلاص، لا ده بيختار، هي اللي بتختار. قلت له يا ابني هي مين؟ اهدى كده في ايه؟ هي قالت لي ان الدور هيجي عليكم قريب، ابقى اسألها يا نبيل. فقربت منه ومسكت ايديه
وقلت له اهدى بس، انت اعصابك تعبانه بس بسبب اللي حصل، بس معلش قوم بس معايا ادخل الاوضه ارتاح، وبكره نهدى شويه كده ونرجع على القاهره. فبص لي وابتسم وقال لي قاهره ايه؟ احنا مش هنقدر نسيب المكان ده، خلاص كل حاجه هتنتهي هنا، ولو مش مصدقني اسالها، اهي جوه عندك. سمعت بقى ايه في اللحظه دي؟ صوت صوت واحده، صوت واحده، ولكن الصوت كان جاي من جوه الشقة. فعلشان كده رحت سايب عمار مرمي في البلكونة ورحت داخل على الصالة. أول ما دخلت شفت مش حاجة كاملة، ولكن شفت طيف حد عدى ودخل على الممر اللي فيه الأوض جوه. فرحت بسرعة وأنا مش عارف مين ده ولا مين دي، وأول ما وصلت لقيت باب الأوضة بتاعت عمار بيتقفل. فقربت من الأوضة ورحت ماسك الأكرة وفاتح الباب، وأول ما فتحته لقيت حاجتين أغرب من بعض. أولا شفت البنت اللي شفتها في شاطئ الجبل، واللي شفتها بعيني دي وهي بتتحول لمسخ وبتنط في المية، كانت واقفة في آخر الأوضة. والحاجة التانية، أنا شفت عمار نايم على السرير. يعني إيه؟ أمال مين اللي كان في البلكونة دلوقتي؟ لفيت وشي علشان أطلع تاني، لقيت باب الأوضة اتقفل. فرجعت تاني وبصيت للبنت دي، لقيتها واقفة بكل ثبات، مش مديه أي رياكشن. قربت مني لحد ما وقفت قدامي. وقتها لقيتها قعدت على السرير جنب عمار. وفي اللحظة دي أنا كنت شايفها بنت عادية جدا، طبيعية، مع إن أنا من جوايا عارف إن اللي قدامي دي مستحيل تكون بنت طبيعية. أنا اللي بدأت الكلام وقلت لها أنت مين؟ أنت مين وعاوزة إيه؟ بصت في الأرض واتنهدت وقالت كل بداية وليها نهاية. اوعى تفتكر ان المكان بياخد عشوائي، لا يا نبيل، انا اللي بختار، واللي بختاره لهدف معين. المكان اللي انتوا دخلتوه ده محظور، محظور على بني جنسك، وانت وامثالك نزلتوا. بس لو تفتكر ان في ناس من بني جنسك حذروكم من الاقتراب من المكان ده، وانتوا برضو قربتوا، علشان كده كان لازم تدفعوا التمن. ما هو مش هنبقى احنا ارواحنا راحت في المكان ده وانتوا تيجوا تنزلوا كده عادي وخلاص، لا، العين بالعين والسن بالسن. 7 ايام من دلوقتي، 7 ايام يا نبيل، خليك فاكر الرقم ده كويس جدا، لان بعد ال7 ايام دول كل حاجة هتنتهي. يلا اشوفك هناك في شاطئ الجبل. قالت كده، وبعدها لقيتها قامت من مكانها وفتحت باب الأوضة وخرجت. وهي خارجة قفلت الباب وراها. جريت بسرعة وفتحت الباب، لقيتها اختفت، اتبخرت تماما. فرجعت تاني بصيت ورايا، لقيت عمار قاعد على السرير وبيبص لي وهو مبرق. وبعدين في الرعب اللي انا عايش فيه ده، برضه انا اللي بدأت الكلام وقلت له عمار مالك في ايه؟ فاتكلم وقال لي اظن انت دلوقتي عرفت اللي فيها، كل بداية وليها نهاية يا نبيل. فاضل 7 أيام، 7 أيام وكل حاجة هتنتهي وهتروح شاطئ الجبل. بعدها لقيت عمار راح فارد جسمه على السرير ونام. فأنا رحت طالع جري من الأوضة اللي بقت مسكونة دي، ورحت على الأوضة التانية اللي فيها حمزة. فتحت الأكرة بسرعة ورحت داخل. وأول ما دخلت مع صوت فتح الباب وصوتي وأنا داخل بجري، حمزة أمن على السرير مخضوض وعمال يبص حواليه، في إيه منظره، ما كنتش عارف أضحك ولا أعمل إيه. شكله عيني كان يصعب على الكافر. رحت منه قلت له اهدى مش وقتك انت كمان، تعالى تعالى نمشي. فقال لي دلوقتي؟ قلت له اه دلوقتي. قال لي ليه؟ طيب حصل ايه؟ قلت له فاكر البنت اللي شفناها في الشاطئ وقلت لك البنت دي حلوه، وانت قلت لي لا يا عم مش حلوه والكلام ده. ففضل يفتكر كده وبعدها قال لي مالها. حكيت له على كل اللي حصل من اول ما شفت البنت دي لحد اللي حصل لي من شويه. وحمزه من النوع الجبان، مش شويه، 4 5 شويات كده. علشان كده قال لي خلاص يلا نمشي. فقلت له طب
طب والنيلة التاني عمار؟ قال لي هناخده معانا، هنسيبه هنا يعني؟ قلت له المشكلة ان عمار انا مش عارف ماله، عمار في حاجة صابته، ما بقاش طبيعي. قال لي اسمع يا نبيل، احنا هناخده بالعافية، مش هنسيبه هنا، ناخده ونرجعه القاهرة ونسيبه لأهله، هم بقى يتصرفوا معاه، يشوفوا له شيخ يعملوا اللي يعملوه، المهم نمشي من الشقة دي دلوقتي. انا حاسس ان المكان ده مسكون. قلت له ماشي ماشي، قوم طب انت حضر هدومك، وانا كمان اخش احضر الهدوم بتاعتي ونمشي على طول. قال لي بس انا الهدوم بتاعتي في الاوضه التانية، في الاوضه اللي قاعد فيها عمار. قلت له طب خش هاتها. قال لي لا. خش فين؟ ده انا امشي كده، امشي من غير هدوم خالص. اثناء ما كنا بنتكلم لقينا عمار داخل من باب الاوضه، ولكن داخل وهو ما تعرفش تحدد هو طبيعي ولا مش طبيعي، لانه قال لنا انتوا رايحين فين؟ فحمزه قال له هنرجع القاهره دلوقتي وهتيجي معانا. فعمار قال له اهدوا، طب في ايه، ما نمشي الصبح، الصباح رباح. فانا قلت له لا احنا هنمشي دلوقتي، اسمع بس مني يا عمار معلش، هودني ويلا بينا. فعمار قال لي على راحتكم، ماشي هدخل اغير. استغربنا انا وحمزه من ردة فعله، وراح مشي من الاوضه دي ودخل الاوضه التانية. بصيت لحمزه وقلت له اهو زي الفل قدامك اهو، خش يلا هات هدومك. قال لي وربنا ما انا داخل. خش انت يا نبيل معلش هاتها لي. قلت له يا ابني شغل العيال الصغيره ده، ما تخش وتخلص، خلينا نغور في داهيه. قال لي يا عم ده مجنون، من ساعه اللي حصل له انا ما اعرفش ايه اللي صابه، افرض دخلت انا راح مسك في زماره رقبتي. لا يا عم انا امشي عريان احسن. قلت له خلاص اطلع انت لم الهدوم بتاعتي هتلاقيها في الصاله بره، وانا هدخل يا عم الم لك الهدوم بتاعتك، ويلا بوس ايديك وخلينا نغور في داهيه من هنا. خرجت من الاوضه اللي كنا فيها ورحت تاني على الاوضه اللي فيها عمار. اول ما دخلت الحكايه هتمشي سهله كده، لا طبعا ما لقيتش عمار جوه. قلت ماشي مصلحه، هتلاقيه راح الحمام ولا راح في اي حته، ولا تلاقيه واقف في البلكونه بيشرب سجاره. المهم رحت لامم الهدوم بتاعت حمزه بسرعه ورحت طالع على بره، لقيت حمزه هو كمان محضر الهدوم بتاعتي، واستعدنا خلاص ان احنا هنمشي. طب فين عمار؟ مش لاقيين زفت. قعدنا نتصل بيه تليفونه مقفول، قلبنا عليه الشقه كلها مش موجود. فروحنا نازلين انا وحمزه وقلنا خلاص هنمشي، ما فيش حل تاني هنسيبه. ولكن اول ما نزلنا من العماره لقينا ان عمار واقف مستنينا تحت. قلنا ماشي الحمد لله. رحنا على الموقف اللي كان في سيدي جابر، ولكن ما لقيناش ولا عربيه ولا قطر ولا اي حاجه ترجعنا القاهره. طب وبعدين الصبح كان قرب يطلع علينا واحنا واقفين في الشارع مش لاقيين اي حاجه. واللي عرفناه من الناس بتاعت الموقف هناك ان العربيات مش هتيجي النهارده اصلا، لان في مشكله على الطريق، والميكروباصات مش هتطلع النهارده. هتطلع امتى يا عم الحاج؟ بكره بالليل. طب وبعدين هنرجع ماشي يعني؟ اكيد لا. يلا بينا نرجع تاني على الشقه. محدش كان موافق على القرار، حتى عمار نفسه ما كانش موافق، كان بيقول ان احنا يا جدعان طب نتصرف ناخد تاكسي اي حاجه، خلاص اللي هو عايز ارجع بقى. فعملنا ايه؟ رحنا راجعين تاني على الشقه، مفيش حل تاني غير كده. طلعنا الشقه وفتحنا الباب ودخلنا وفضلنا قاعدين. اتفقنا ان احنا هنفضل قاعدين لحد بالليل على الساعه مثلا 12 واحده كده، وبعدها هننزل تاني ونشوف في الموقف العربيات جت ولا لا، زي ما السواقين هناك قالت لنا. صاحبي انا عارف ان السهرة طولت شوية، ولكن انت مرعوب ولا لا؟ وخلاص هانت كلها شوية والسهرة هتنتهي، واحب اقولك انها هتنتهي بطريقة عمر مخك ما هيتخيلها. خد كده تعالى. المهم اللي حصل اننا فضلنا قاعدين احنا التلاتة في الصالة، اللي ماسك تليفونه، اللي سرحان، اللي مولع سجارة، وفضلنا هكذا لحد ما الساعة جت 12 بالليل. في الوقت ده وأول ما الساعة دقت 12 بالليل لقينا النور قطع. نورنا الكشافات بتاعت التليفون كلنا، وحمزة قرب مني وقال لي نبيل قوم تعالى نمشي دلوقتي، انا مش مستريح وحاسس ان في حاجة غلط، انا حاسس ان عمار هيتحول وهيموتنا. فقلت له يا عم اهدى، بطل شغل التخاريف ده، هو زومبي، هو ممكن يكون اتأذى بتاع عنده صدمة عصبية، مش زومبي هو يعني هيمشي يعض في رقابينا، النور قطع عادي ايه المشكلة. ولكن في اللحظة دي لقيت عمار بدأت تطلع منه أصوات غريبة، صوت حشرجة، عارف انت زي ما يكون حد مخنوق وعمال يعمل اهو عمار كان بيطلع منه نفس الصوت ده. والغريب ان هو كان قاعد عادي جدا حاطط ايده على رجله وباصص قدام ومبرق، والصوت عمال يطلع من بقه. حمزة كان منور الكشاف عليه، وايد حمزة نفسها عمالة تترعش. فانا هنا اللي قلت لحمزة
يلا بينا، ده شكله هيتحول زومبي فعلا وهيقوم ياكلنا دلوقتي. قمنا انا وحمزة، وطبعا الشنط كانت موجودة اصلا قدامنا، كل واحد خد شنطته حطها على كتفه، وقربنا من عمار وقلنا له: عمار، عمار يلا بينا هنمشي. فعمار راح باصص لي وقال لي: ماشي، بس خليك فاكر الميعاد بعد 7 ايام. 7 ايام يا نبيل وهنتقابل، يلا بينا. طبعا لا انا ولا حمزة كنا فاهمين اي حاجة. المهم قمنا وعمار قام معانا، واحنا كنا محرصين منه. عارف انت لما تبقى ماشي وماشي جنب منك كلب مسعور؟ احنا كنا بنتعامل مع عمار على انه كده، خايفين ان هو يهجم علينا في اي لحظة. فتحنا باب الشقة ورحنا طالعين. قربنا من الاسانسير، ولكن اسانسير ايه؟ ما النور متنيل مقطوع. فعلشان كده ما كانش قدامنا حل تاني غير اننا ننزل على السلم اللي كان كله كحل. نزلنا من على السلم، كنت انا نازل في الاول وحمزة ورايا وعمار في الاخر خالص. فضلنا ننزل ننزل، وكل اللي سامعينه هو صوت خطوات رجلينا واحنا نازلين على السلم. الصوت كان عامل صدى صوت مزعج لحد ما وصلنا تقريبا للدور التالت. في اللحظة دي انا سمعت صوت غريب، صوت بعيد شوية ولكن في صوت. فلفيت ورايا، بصيت لحمزة، بصيت ورا حمزة، وبصيت تاني لحمزة وقلت له: هو عمار فين؟ فحمزة بص ورا بسرعة وقال لي: معرفش والله، ما اعرف، كان لسه ورايا دلوقتي. فقلت له: لا اله الا الله. بصيت فوق، لمحت عمار واقف ولكن فوق في الدور اللي فوقينا. فبصيت لحمزة وقلت له: تعالى يا عم، تعالى نطلع نجيبه لما نخلص من اليوم الاسود ده. فحمزة قال لي: نطلع فين؟ ده ممكن يرمينا من فوق. فقلت له: حمزة هتطلع معايا ولا تنزل تستنى تحت؟ قال لي: لا لا، هنزل لوحدي، لا هاجي معاك. ورحنا طالعين انا وحمزة على فوق تاني، ولكن لما طلعنا ما لقيناش عمار مكان ما كنت شايفه. فحمزة هنا بصلي وقال لي: نبيل يلا بينا، ابوس ايدك، يلا بينا، انا مش مستحمل، كفايه قوي كل اللي حصل. عمار مش طبيعي، عمار مات. كل ده مش هو. انا بدات اقتنع بكلام حمزه، علشان كده نزلت جري انا وعمار وخرجنا من العماره. علشان نوصل للمحطه كان لازم نعدي على شاطئ النيله اللي كان اسمه شاطئ الجبل. واحنا معديين على الشاطئ لقينا حاجه غريبه، في ناس واقفه قدام الشاطئ ده وعماله تصرخ كده، ناس ملمومة يعني وعمالة تزعق. فقربنا منهم بدافع الفضول، عايزين نعرف في ايه اللي بيحصل هناك. واول ما قربنا لقينا حاجة غريبة، لقيناهم مطلعين جثة حد من الشاطئ، والناس كلها واقفة عمالة تضرب كف على كف، واللي يقولك: يا عيني يا ولده، ده لسه شاب صغير، واللي تقول: يا ضنايا يا ابني ايه اللي وداك هناك. ولما قربنا لقينا فعلا ان هو عمار، كان مرمي على الارض، وشه كله ازرق ومنفوخ، وكان في تقاطيع، تحس ان كان في سمك مفترس جوه الميه فضل ينهش في جلده. حمزه مسك ايدي وقال لي: يلا. مشينا انا وحمزه وطلعنا على محطه سيدي جابر، لقينا عربيات القاهره هناك، ركبنا ورجعنا بسرعة على القاهرة. لما وصلنا حكينا لأهل عمار على كل اللي حصل. طبعا ما قلناش بقى ان هو ظهر في الشقة والكلام الغريب اللي كان بيعمله، لا، احنا قلنا لهم ان هو غرق في المية واحنا مشينا. ليه؟ لان احنا كنا متأكدين خلاص ان اللي ظهر لنا في الشقة ده مش عمار، ده اكيد عفريت. المهم يا مرعب انت وهي، اللي حصل ان انا وحمزة كنا في حال غير الحال. وفات كام يوم وبعدها اتقابلت انا وحمزة. اصل كان لازم ان احنا نتقابل ونتكلم في اللي حصل. اللي حصل ما كانش عادي، كانت مشكلة طبعا لاننا كنا واخدين المفاتيح بتاعت الشقة ومشينا. وتاني مشكلة واللي هي اهم هو موت عمار، لان اهله راحوا هناك واستلموه ودفنوه. وتالت مشكلة انهم اتهمونا ان احنا لينا دخل في اللي حصل، ولكن اثبتوا ان عمار مات غرقان وان مش احنا السبب في ده. المهم من بعد ما مشينا ب6 ايام، وتحديدا في اليوم السابع، حصلت حاجة غريبة. كنت بتصل بحمزة ولكن لما رد عليا لقيته بيقول لي: ايوه نبيل، تعالى لي في المكان اللي هقولك عليه دلوقتي وما تسألش ليه.
قلت له في ايه، انت فين؟ قال لي انا هناك، انا في شاطئ الجبل. طبعا زعقت له، قلت له انت مجنون، ايه اللي وداك هناك تاني؟ قلت اسمع بس مني عشان خاطري، مفيش وقت، لازم تجيلي هناك دلوقتي، لو ما جيتش كلنا هيحصل فينا زي ما حصل لعمار. قلت له طب اقفل اقفل، انا جايلك دلوقتي بس انت ابعد عن الشاطئ. قال انا مستنيك جوه، وراح قافل السكه. رحت نازل بسرعه جري، وركبت عربيه وطلعت على اسكندريه. وكويس ان الطريق كان فاضي فوصلت بسرعه. اول ما وصلت رحت على الشاطئ، شاطئ الجبل. دخلت جوه والمكان كان فاضي جدا. لقيته قاعد حمزه. قربت عليه وقلت له انت ايه اللي جابك هنا؟ يلا يلا نمشي. راح بص لي وقال لي مش بمزاجي، غصب عني، هي اللي بتختار، المكان ما بيختارش عشوائي كده، لا، هي اللي بتختار يا نبيل. قلت له يا ابني هي مين؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا بينا. قال لي واقفه هناك. بصيت يمين ما لقيتش حد، ولما بصيت تاني لقيت مصيبه. حمزه ما كانش واقف جنبي، حمزه لقيته جوه الميه وبيغرق. نزلت جري علشان احاول الحقه، ولكن ما قدرتش اوصل له. وفي اللحظه دي شفتها واقفه على الشط. طلعت جري بسرعه من الميه، واول ما طلعت لقيت نفسي وقعت على الرمل على وشي، وحسيت ان في حاجه مكتفاني، حد مكتفني مخليني مش قادر اتحرك. لقيتها قربت مني، رفعت راسي وبصيت لها. كانت هي نفس البنت اللي شفتها كتير. احنا اتفقنا هنتقابل هنا بعد 7 ايام، لان انا اللي بختار يا نبيل، مش انت. انا اخترت 2، حمزة وعمار، والاتنين اتقدموا قربان في المكان. وعارفة انك لسه مش فاهم اي حاجة، هفهمك. الحكاية كلها ان في ارواح كتير ضاعت في المية هنا، والارواح دي اتحكمت في الشاطئ. بمعنى صح الشاطئ ده بقى مسكون، ولكن مش على طول. يعني ايه؟ يعني الشاطئ ده لازم يتقدم له قربان في شهر معين في السنة، والقربان ده لازم يكون شخصين، والشخصين يكون لسه ما مرش عليهم عقد الزواج. هي دي شروط قبول القربان. وانا بصفتي الحارس الاول للشاطئ، وانا اللي غرقت هنا من 7 سنين، فانا اللي بختار. والناس لما زهقت قالوا محدش يقرب من المكان ده، ولكن برضو الناس من بني جنسك فضولهم بيسوقهم، ما بيقدروش يتغلبوا على شهوتهم في الفضول، وبرضو بيقربوا من المكان. ما يعرفوش ان اللي بينزل المية دي في الشهر ده من السنة ما بيطلعش تاني. والقربان انا اللي اخترتهم، وهم اصدقائك، وما اخترتهمش عشوائي، لا، وجودكم كان سبب. اول ما وصلتم الشاطئ ده تم اختياركم، ولكن كان لازم اختار 2 بس، فاخترت عمار وحمزة. لو كان ينفع اختار 3 كنت اخترتك يا نبيل، اكيد ما كنتش هسيبك، ده احنا بقينا عشرة. ما تقلقش، هما خلاص ماتوا، ولكن انت مسموح لك تشوفهم. امتى بقى؟ السنة الجاية في نفس الشهر، هنا في شاطئ الجبل. ودلوقتي هتمشي وتعيش حياتك عادي، ده لو عرفت تعيشها، لان اللي حصل هيأثر عليك جدا، وهيخليك مهما مرت السنين هتيجي هنا برضو، وهيتم اختيارك علشان تكون قربان في شاطئ الجبل. وبس يا نبيل، قوم امشي امشي، واوعى تبص وراك، وانسى او حاول تنسى كل اللي حصل، مع اني موعدكش بده، وهستناك السنة الجاية في نفس الشهر هنا. اوعى ما تجيش، لو ما جيتش انا هزعل منك جدا، لانك لو ما جيتش انا اللي هجيلك بنفسي. تمام؟ القاك العام المقبل في نفس الشهر، علشان انت القربان القادم. سلام. عزيزي المرعب، عزيزاتي المرعبة، زي ما وعدتكم السهرة كانت شيقة والقصة كانت مختلفة حبتين. وعاوز اقول لكم على حاجة، القصة دي انا كان معايا الاساسيات بتاعتها، ولكن كل ده ما كنتش محضره.
يعني بقالي دلوقتي بالظبط ساعة و10 دقايق بسجل. الساعة و10 دقايق دول هيصفصفوا مثلا على قول 40 دقيقة أو 35 دقيقة بعد المونتاج يعني وكده. كل الفترة دي أنا ما كنتش محضر سكريبت، وده ببساطة لأني كاتب أصلا وبكتب قصص وروايات، فالموضوع بالنسبة لي مش شيق ولا حاجة، وبعرف إن ألاقي الفكرة واظبط السرد والحبكة واطلع لك نهاية كويسة زي ما انت شفت كده في القصة دي. فحاجة مهمة جدا، تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتنضم لعيلتنا عيلة المرعبين. ولو انت اول مرة تسمعني، انا محمد نبيل، واحنا بنسهر مع بعض سهرة رعب كل خميس وحد الساعة 10 بالليل. اما بقى اخواتي اللي دايما بيدعموني وبيسيبوا لي كومنتات مفيدة، واللي عنده اي ملاحظة بيسيبها لي، زي اللي بيقول لي يا ريت تظبط الساوند، تعمل تغذية بصرية كويسة، تحط صور توصف بيها الاشخاص، كل دول هما اللي مخليني مكمل. ومش عاوز اطول عليكم في النهاية، انا بس عاوز اوريكم حاجة مهمة. اوردر وصل لي وانا ما طلبتش حاجة اصلا. يعني كنت قاعد في البيت ولقيت اوردر صندوق كده وصل لي في البيت، وانا ما طلبتش اوردر ولا حاجة. ولما فتحته لقيت حاجة غريبة، لقيت خصلة شعر لونها اصفر، وكان واضح جدا ان الخصلة دي لبنت. فرحت سايب الصندوق ده تحت السرير عندي، ومن وقتها وبدأت تحصل حاجة مرعبة، واكتشفت ان الصندوق ده لا وصل لي بالصدفة ولا دخوله البيت كان امر عادي، بالعكس ده هيبقى أسوأ حاجة حصلت لي في حياتي. ودي يا مرعبين هتكون سهرتنا اللي جاية. ولو توقعت اسم القصة بتاعت سهرتنا اللي جاية، يبقى القصة هتنزل بالاسم اللي انت تقول عليه، وطبعا هذكر ان انت صاحب فكرة الاسم. وبس كده عزيزي وعزيزتي المرعبين،